الصفحة اللي بعد كده بيكون في عندنا الدرس الثالث والرابع من كتاب جيم أولى إعدادي. بيبدأ معايا بتشيك بوينت. السؤال الأول بيقول لي هنا to form the adjective of tradition add the suffix نقط. خلي بالك بيقول لك هنا أنت تقدر تكون الصفة من كلمة tradition بإن احنا نضيف لها suffix. السفكس هو لاحقة توضع في آخر الكلمة، يعني نحط حروف ايه في الآخر كده اللي هي al علشان تبقى traditional اللي هي معناها تقليدي. السؤال التاني he was feeling stressed and tired. بيسألني بقى بيقول لي the antonym اللي هي معناها عكس أو مضاد كلمة stressed اللي هو مضغوط أو تعبان، يعني شخص متعب. طبعا عكسها الشخص المسترخي أو المستريح اللي هي كلمة relaxed. اللي بعده she wants to be a famous singer. بعد كده بيسألني بيقول لي the correct word الكلمة الصحيحة is formed by add the suffix نقط. طيب هنا كلمة fame معناها شهرة، عايز يقول لك هنا مغني مشهور، فبقول لك ان كلمة fame دي غلط. اما الكلمة الصح منها بقى ان احنا نحط لها لاحقة في اخر الكلمة، هنا بنحط لها suffix اللي هي OUS عشان تبقى famous اللي هو معناها مشهور. اللي بعده I had a terrible dream last night. بيسألني بيقول لي كلمة terrible is similar in meaning to نقط. طيب هنا بيقول أنا شفت حلم فظيع الليلة اللي فاتت. كلمة سيء أو فظيع دي بقى لها نفس معنى كلمة إيه؟ خلي بالك نفس المعنى يبقى عايز حاجة بتساويها في المعنى اللي هي horrible، لها نفس المعنى. اللي بعده I felt really nervous before the view to correct the underlined word at the prefix A. طيب هنا برضو بيقول لك أنا حقا أو أنا شعرت بالتوتر. هنا بقى بيقول لك قبل إيه؟ طبعا هنا بيقول لك في بادئة اللي هي INTER، فتبقى interview قبل المقابلة الشخصية، يبقى البادئة اللي عندي اللي هي interview مقابلة شخصية. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. أول حاجة check point. السؤال الأول بيقول هنا you should learn not the door softly. خلي بالك كلمة learn عندنا قاعدة بتقول إن بيجي بعدها to زائد الفعل في المصدر، عايز يقول لك يعني يجب أن أو يجب تتعلم أن تغلق اللي هي to close، إنك تقفل الباب بسهولة. اللي بعده my brother likes computer games نقط. عندي قاعدة تانية بتقول إن كلمة like بيجي معاها في الآخر كده كلمة best معناها أكثر شيء، يعني أخويا بيحب ألعاب الكمبيوتر أكتر حاجة. اللي بعده it's important نقط English. برضو قاعدة مهمة it's بيجي بعدها الصفة على طول، بيجي بعدها يا شباب to والمصدر، يعني أقول لك it's important to والمصدر، يبقى هنا اختار كلمة to learn، من المهم أن تتعلم. اللي بعده Gulliver's Travels is written نقط جونسون سويفت. طيب خلي بالك برضو هنا عندي حاجة اسمها بواسطة، يعني عايز أقول لك إن القصة دي كتبت بواسطة، يبقى written by. اللي بعده do you prefer to work with not people. برضو خلي بالك عندي كلمتين، كلمة اسمها other وكلمة اسمها another. الكلمة اللي بعد النقط لو جمع بستخدم معاها other يبقى other people، لو مفرد بقول كلمة another. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الأول فيها بيقول لي هنا a نقط is someone who works on a boat or ship. هنا بيقول الشخص اللي بيشتغل أو بيعمل على قارب أو سفينة. اللي بيشتغل على القارب أو السفينة بيقول لي هنا waiter اللي هي الجرسون، لا طبعا musician موسيقار، ولا sailor اللي هي البحار. طبعا الإجابة رقم سي اللي هي sailor، دي معناها بحار. اللي بعده I like music أنا بحب الموسيقى. بعد كده بيقول لي I want to be a not one day، أنا عاوز أكون إيه في يوم من الأيام. طبعا بيحب الموسيقى يبقى هو عايز يكون موسيقار. كلمة موسيقار بقى اللي هي musician. اللي بعده بيقول لي هنا كروزو wrote a note of what happened to him on the island. يعني هنا بتكلم على روبنسون كروزو، بيقول لك إن هو كتب طبعا يومياته أو مؤلفاته اللي هي كلمة diary. اللي بعده There was a not accident yesterday many people died. كثير من الناس ماتوا، بيقول لك يعني كان يوجد حادثة، عايز يقول لك حادثة فظيعة. كلمة فظيع بقى أو سيء اللي هي كلمة terrible، طالما كلهم ماتوا يبقى terrible. اللي بعده a or an نقط is a place where there are lots of trees.
طيب المكان حيث يوجد الكثير من الأشجار. خلي بالك الأشجار بتكون موجودة عندي في الغابة. غابة بقى اللي هي كلمة jungle، يبقى الشجر بيكون موجود في الغابة. اللي بعده بيقول لي هنا a knot is a hole in the mountain. خلي بالك فتحة في الجبل. فتحة في الجبل دي بيقول عليها كهف. كهف بقى اللي هو كلمة cave، يبقى أقول له هنا cave. اللي بعده بيقول هنا we went to buy new clothes. طيب عندنا حاجة اسمها go shopping، في الماضي بيكون اسمها went shopping، احنا ذهبنا للتسوق، اسمها كلمة shopping. اللي بعده I like not they are large brown nuts. طيب ده طبعا تعريف للكوكوناتس، بقول لك انا بحب ثمرة جوز الهند اللي هي شباب اسمها كوكوناتس، يبقى اقول له I like coconuts. اللي بعده بيقول لي هنا he lives alone، هو بيعيش بمفرده. he lives with نقط، يبقى هو بيعيش مع، طبعا هنا عايز يقول لك nobody، لا أحد بيعيش معه، يبقى أقول له nobody. اللي بعده بيقول لي my father likes old songs he likes not music best. طيب قلنا قبل كده إن نوع من أنواع الموسيقى هو بيحب الأغاني القديمة. الأغاني القديمة دي اسمها طبعا موسيقى كلاسيكال اللي هي تقليدية يعني. اللي بعده بيقول لي most young people، معظم الشباب read not stories، بيقرأوا القصص ايه؟ ما نعرفش. they are exciting، هي مثيرة جدا. الشباب طبعا بيقرأ قصص، عايز يقول لك قصص المغامرات. مغامرة بقى اللي هي كلمة adventure. اللي بعده بيقول لي هنا my brother likes music، يعني أخويا بيحب الموسيقى. he wants to play in a not، هو يريد أن، طبعا عايز يقول لك هنا يعزف في فرقة موسيقية اللي هي كلمة band. اللي بعده بيقول لي my tablet is نقط I can use it، أقدر استخدمه when I study or do my homework. التابلت بتاعي بيكون إيه؟ أنا أقدر استخدمه لما أذاكر أو أعمل واجبي، يبقى هو أكيد مفيد جدا بالنسبة له. كلمة مفيد بقى أو نافع اللي هي كلمة useful. اللي بعده بيقول لي هنا walking is my not sport، المشي بيكون عايز يقول لك هنا رياضتي اليومية. كلمة يومية خدناها في الترم الأول اللي هي كلمة daily sport، يبقى هنا أقول له daily. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض جزء الأسئلة الخاص بالقواعد. السؤال الأول بيقول لي هنا what do you like fruit؟ قال له في الإجابة I like fruit because it's good for me. طيب خلي بالك بقى لما تلاقي إجابة موجود فيها كلمة because يبقى بتسأل عن السبب. because معناها لأن، بسأل عليها على طول بواي، يبقى لما الاقي because في الإجابة يبقى السؤال بإيه؟ بواي. why معناها لماذا؟ why do you like fruit؟ ليه يعني أنت بتحب الفواكه. السؤال اللي بعده بيقول هنا not you got a new school bag، قال له في الإجابة no I haven't. طيب خلي بالك ده سؤال بهل، طالما الإجابة بنو. سؤال بهل أشوف بقى no I haven't، طالما موجود عندي have في الإجابة يبقى أسأل بيها. اللي بجاوب بيه هو اللي بسأل بيه. يبقى السؤال هنا كان إزاي؟ كان have you got، يبقى هنا have. اللي بعده بيقول لي نقط do you study French؟ قال له في الإجابة on Sundays and Tuesday. خلي بالك دي وقت، هنا بيقول في يوم الثلاث، طبعا ده وقت، وفي يوم الحد. وقت يا شباب يبقى خلي بالك بسأل عن الوقت بمتى. يعني ايه بقى متى؟ اللي هي معناها when. بيقول له امتى يعني بتذاكر فرنساوي، يبقى when do you study French اللي هي معناها متى. اللي بعده نقط you like jazz، قال له no I don't like jazz but I like pop. طيب السؤال هنا اجابته بنو، قلنا نو يبقى السؤال بهل. هل على طول موجوده في الاجابه. عندي هنا نو اي دونت، طالما دونت يبقى السؤال كان بايه؟ برافو عليك، اللي بجاوب بيه بسال بيه، يبقى السؤال do you like jazz؟ هل انت بتحب الموسيقى دي؟ بعد كده بقول لي what you have for lunch، قال له we had fish. طيب خلي بالك هنا مهم جدا، السؤال هنا بادئ باداه استفهام اللي هي what. تاني حاجة بعدها النقط، يبقى اللي ناقص عندي الفعل المساعد. بجيبه منين بقى يا شباب؟ من الفعل اللي في الإجابة. الفعل هنا في الماضي يبقى الفعل المساعد بتاع الماضي برافو عليك اللي هو did، يبقى what did you have. بعد كده بيقول لي did you go to the park؟ قال له yes I not. اتفقنا اللي بسأل بيه بجاوب بيه، طالما السؤال بهل وإجابته ب yes or no. سألت ب did يبقى yes I did، سألت ب do يبقى yes I do، فهنا did يبقى did. اللي بعده What do you come to school؟ قالوا في الإجابة I come to school by bus. طيب by bus يعني بالأتوبيس، دي طبعا وسائل مواصلات. بسأل على وسائل المواصلات بهاو اللي هي معناها كيف، إزاي يعني أنت بتروح المدرسة. How do you come to school؟ اللي بعده
when نقط علا's birthday. سؤال مهم جدا. when معناها متى، أداة استفهام بيجي بعدها فعل مساعد. طيب خلي بالك هنا مفيش عندي فعل في المصدر في الجملة. طالما مفيش فعل في المصدر يبقى أولا طالما مفيش فعل في المصدر ما ينفعش do ولا did ولا does. كل دول لازم يكون في السؤال فعل في المصدر. إنما اللي ينفع عندي اللي هي was. بعد كده بيقول لي نقط sits next to you. قال له نادر sits next to me. نادر هو اللي بيقعد جنبي. طيب نادر ده شخص عاقل. بسأل عن العاقل بإيه يا رجالة؟ بهو اللي هي معناها من للعاقل. مين يعني؟ اللي بيقعد جوارك. فهنا بيقول له هو معناها من للعاقل. اللي بعده سؤال correct. السؤال الأول What time is it؟ قال له في الإجابة It was 10:15. طيب خلي بالك ده سؤال عن الوقت موجود فيه is. طالما السؤال في المضارع يبقى الإجابة برضو فيها is. تاني كده يا رجالة What time is يبقى الإجابة it is. طالما السؤال في خلي بالك زمن الإجابة هو زمن السؤال بالظبط. طيب هنا بيقول لي how many money do you have؟ كم عدد؟ لا طبعا money هنا uncountable لا يعد. ما ينفعش اسال بمني. الصح هنا ان انت تقول كم كميه الفلوس اللي معاك. فدي اسمها how much. يبقى بسال بيها عن الكميه how much. اللي بعده بيقول لي how long did it take to complete the palace؟ طيب خلي بالك اتفقنا did و do و does بيجي وراهم الفعل في المصدر. يعني ايه مصدر؟ يعني الفعل بدون اضافات. talk دي ماضي. المصدر منها بقى اللي هو take. ده شرط كده did زائد المصدر. يبقى هنا اقول له take. اللي بعده as you go to the park. قال له في الإجابة yes I did. طيب خلي بالك هنا الإجابة فيها did يبقى أسأل بدid. قلنا اللي بجاوب بيه بسأل بيه. ده في السؤال بهل. هل أنت ذهبت إلى الحديقة؟ قال له أيوة أنا ذهبت اللي هي yes I did. يبقى السؤال كان بإيه؟ did you go. اللي بعده does Reem study English tomorrow؟ قال له في الإجابة yes she will. اتفقنا طالما yes or no اللي بجاوب بيه بسأل بيه. عندي هنا فعل مساعد أو ناقص عندي will. يبقى السؤال كان بإيه يا شباب؟ will. بسأل في المستقبل will Reem study. هل ريم سوف تذاكر إنجليزي غدا؟ قال له أيوة هي سوف تذاكر. يبقى يقول له هنا will Reem. اللي بعده why you phoned me. طيب هو اصلا جايب لي الفعل هنا في الماضي وجايب لي واي ما فيش بعدها فعل مساعد. يبقى كل اللي عليا ان انا هجيب الفعل المساعد بتاع الماضي البسيط. الفعل المساعد بتاع الماضي اللي هو did. بس اوعى تنسى did لها شرط بيجي بعدها الفعل في المصدر. فالصح هنا ان انت تقول لي did وبعدين الفاعل اللي هو you وبعدين المصدر بقى اللي هو phone. فانت هنا تظبط الجمله why did you phone me. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. بيبدأ يمرني على سؤال مهم جدا وهو سؤال الديالوج، سؤال المحادثة. زي ما اتعودنا أهم حاجة إنك تقرأ المحادثة كلها على مهلك وتترجمها قبل ما تحل. وخلي بالك السطر ده مهم جدا وبيعرفك المحادثة بتتكلم عن إيه. بيقول لي هنا هبة and هالة are talking about music. هبة وهالة بيتكلموا عن الموسيقى. فهبة بتكلم هالة بتقول لها I like music. أنا بحب الموسيقى. بعد كده سألتها do you like it؟ هل أنت بتحبيها؟ يبقى هي بتسأل سؤال بهل. بجاوب عليه yes or no. بتقول لها هل بتحب الموسيقى؟ ما أعرفش. هلا بعد كده بتقول لها I prefer rock music. أنا بفضل موسيقى الروك. يبقى هي بتحبها. طيب السؤال بهل بجاوب عليه yes or no. يبقى تقول yes وبعد كده بعمل كوما. قول يو بتتحول إلى I وطبعا do بتنزل زي ما هي. يبقى do you like بجاوب عليها yes I do. هبة سألت سؤال لازم أقرأ الإجابة علشان أعرف السؤال. قالت لها في الإجابة I prefer rock music. أنا أفضل موسيقى الروك. يبقى تسألها عن نوع الموسيقى اللي هي بتفضلها. ما النوع اسمها what kind of music. دي كلها كده أداة استفهام. إيه نوع الموسيقى؟ what kind of music. وبعدين الفعل المساعد عندي اللي هو do لأن كلمة prefer جاية في المصدر. فهتقول لها do فعل مساعد وبعدين you اللي هو الفاعل وبعدين كلمة prefer اللي هو تفضل. يعني ايه نوع الموسيقى اللي انت بتفضليها او do you like اللي انت بتحبيها. فقالت لها في الإجابة شباب أنا أفضل موسيقى الروك. هبة سألت سؤال أقرأ الإجابة علشان أعرف السؤال. قالت لها في الإجابة تامر حسني is my favorite singer. تامر حسني المغني المفضل. طبعا تامر حسني ده شخص عاقل. طالما اسم بني آدم يبقى بسأل بمن للعاقل. مين هو المغني المفضل بالنسبة لك اللي هي معناها هو معناها من للعاقل. who is your طبعا favorite singer يعني مين هو مغنيك المفضل. who is your favorite singer.
قالت لها طبعا تامر حسني. بعد كده هبة قالت لها can you play the piano؟ هل انت بقى تقدري تعزفي على البيانو؟ ما نعرفش، كمل عشان تعرف. بعد كده هبة قالت don't worry، لا تقلقي، I will help you، انا هساعدك. طبعا هتلاقي ما تقلقيش، يبقى هي اكيد ما بتعرفش تعزف، فهتقول لها no، وبعدين كما، وبعدين اليو بتتحول الى اي، وكان بقى بحطها منفيه علشان نو، فبقول نو اي كانت، لا انا ما بقدرش اعزف يعني. قالت لها don't worry I will help you. حد بيقول لك انا هساعدك هتقول له شكرا، فهي طبعا هتقول لها شكرا اللي هي معناها thank you. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض، بيكون في عندنا exercise على الدرس الثالث والرابع. بيبدأ معايا بسؤال الليسن، سؤال نص الاستماع. السؤال ده هو عبارة عن نص صغير بتسمعه في الامتحان، من خلال اللي انت سمعته بتبدأ تختار الإجابات اللي قدامك دي. طيب النص ده بقى بيكون موجود عندك بالكامل في آخر الكتاب، علشان كده هتلاقيني بحللك السؤال ده بسرعة، وابدأ بعد كده أشرح لك السؤال اللي بعده. يعني الإجابات اللي هنختارها كلها من خلال القطعة اللي انت بتسمعها. السؤال الأول بيقول what type of music does Anas like؟ قال له في الإجابة he likes not music. طيب هنا بيسأل عن نوع الموسيقى اللي أنس بيحبها، قال له هو بيحب موسيقى إيه؟ طبعا هنعرف منين يا شباب؟ بنعرف من اللي احنا سمعناه في الامتحان، كان بيقول لي في القطعة موسيقى الجاز، يبقى الجاز ميوزك. بعد كده what did he learn at the age of 4؟ طيب قال له هو تعلم to play the نقط، إن هو يعزف على إيه؟ اللي هو اتعلمه لما كان عنده 4 سنين. طبعا هو كان بيعزف على البيانو، يبقى هنا كلمة بيانو. اللي بعده when did he learn to play the trumpet؟ قال له at the age of نقط. طيب هو بقى كان بيعزف على ترامبت في عمر قد ايه؟ طبعا كان بيقول في القطعة برضو كان عنده 12 سنة، يبقى اقول له 12. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا when does he play the trumpet؟ قال له في الإجابة on what؟ في يوم ايه طبعا يا شباب؟ هو كان بيعزف في يوم السبت، يبقى هنا اقول له Saturday. زي ما قلت لك قبل كده الإجابات دي كلها انت بتختارها من خلال القطعة اللي تسمعها في الامتحان، القطعة دي موجودة في آخر الكتاب. السؤال الثاني هو سؤال تشوز، سؤال اختياري. السؤال الأول بيقول لي the opposite يعني عكس أو مضاد. هنا بيسألك عكس كلمة float اللي هي معناها يطفو، طبعا عكسها يا شباب اللي هي كلمة يغرق اللي هي كلمة sink. اللي بعده بيقول لي هنا what type of music do you like؟ ايه نوع الموسيقى اللي انت بتحبها؟ قال له I like the note of pop. طيب خلي بالك بقى، انا عندي هنا بيسأل عن نوع الموسيقى، قال له انا بحب، عايز يقول لك هنا صوت موسيقى البوب. طيب كلمة voice دي معناها صوت بشري زي صوتنا كده خاص بالناس، اما كلمة sound ده خاص بالموسيقى، يبقى اقول له sound. اللي بعده my grandparents used to live in a not house. بعد كده it wasn't modern. طيب هو مش حديث، يبقى عايز كده كلمة عكسها، بيقول يعني ان جدي بيعيش في بيت، عايز يقول لك قديم او تقليدي اللي هي كلمة traditional، عكس كلمة modern. بعد كده he used a diary to write what happened to him. طيب هو هنا بيقول لك هو اعتاد او هو بيستخدم المفكرة لكي يكتب ما يحدث له، يبقى المفكرة او المفكرة دي اللي بكتب فيها يعني write down يدون او يكتب. بعد كده بيقول لي a or an is a piece of land، قطعة من اليابسة in a sea a river or an ocean، يعني قطعة من الأرض اليابسة في البحر أو المحيط أو النهر، دي اسمها الجزيرة، جزيرة اللي هي island، يبقى هنا أقول له island. بعد كده بيقول لي هنا being not means not with other people. خلي بالك ايه اللي معناه ان هو مفيش اشخاص اخرين تانيين، لا يوجد، يبقى هو هنا alone بمفرده. اللي بعده بيقول لي my friends and I not different opinions about music. طيب هنا بيقول ان اصدقائي وانا كونا رأي او عندنا رأي مختلف، اللي اسمها have different opinions، عندنا رأي مختلف عن الموسيقى. اللي بعده where did you not last weekend؟ طيب اتفقنا قبل كده قلنا كلمة did ودو وداز في السؤال بيجي وراهم الفعل في المصدر. يعني ايه مصدر؟ يعني بدون اضافات، يبقى هنا اقول له go. where did you go last weekend؟ الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الأول فيها بيقول لي هنا did you feel at the end of the match؟
طيب هنا بيسأل عن شعورك في نهاية المباراة. خلي بالك الشعور بقى بسأل عنه بهاو، كيف شعرت؟ يبقى بسأل عن الشعور أو الحالة بهاو، أقول له how did you feel. بعد كده بيقول لي نقط you got a phone، قال له yes of course، إجابة yes، عايز سؤال بهل. خلي بالك لما تلاقي كلمة got يبقى have أو has على حسب الفاعل. الفاعل هنا you جمع، يبقى تسأل بهاف، يبقى have you got. بعد كده بيكون عندي سؤال correct. السؤال الأول بيقول لي هنا when did you go to the sports center؟ ده سؤال، الإجابة بتاعته I go there 4 days ago. طيب هقول لك على حاجة، دايما زمن الإجابة لازم يكون زمن السؤال. السؤال هنا فيه did فعل مساعد، ده بتاع الماضي، يبقى أجاوب فين؟ في الماضي، يبقى أقول له I went. يعني هنا بيقول متى أنت ذهبت إلى المركز الرياضي، فالمفروض يقول له I went there، أنا ذهبت إلى هناك، في الماضي برضو يبقى went. اللي بعده Are you at home yesterday؟ طيب هنا خلي بالك كلمة yesterday بتدل على الماضي، يبقى ما ينفعش أبدا أسأل بآر، يبقى احنا خلي بالنا في كلمة بتدل على الماضي يبقى أسأل بإيه؟ الماضي بقى من آر اللي هي where you at home yesterday، هل أنت كنت بالمنزل. بعد كده سؤال how long does Crusoe stay alone on the island؟ قال له في الإجابة he stayed for 28. خلي بالك كلمة stayed جاية في الماضي، يبقى الفعل المساعد لازم يجي بتاع الماضي. زمن الإجابة هو زمن السؤال، وزمن السؤال لازم يكون زمن الإجابة. طب الفعل المساعد بتاع الماضي اللي هو did، يبقى أقول له how long did. السؤال اللي بعد كده بيقول لي هنا who do you played tennis with؟ طيب خلي بالك عندي في السؤال do أو does أو did بيجي وراهم المصدر، يبقى هنا الفعل اخره ايدي غلط، لازم احط الفعل في المصدر بعد دو، يبقى الصح ان انت تقول لي play. طيب السؤال اللي بعد كده بيكون عندي هو سؤال الباراجراف. السؤال ده طبعا مجاب عنه في نهاية الكتاب، ولكن زي ما اتعودنا هينزل لك زي الترم الاول كده مذكرة فيها اهم موضوعات الترم الثاني، وازاي تعرف تكتب السؤال ده بكل سهولة، وازاي تقدر تحله في الامتحان.